أحيا الفنان إسماعيل تمر حفل نلتقي لنرتقي على خشبة مسرح المدينة ببيروت برفقة عدة مواهب شابة قدمت فقرات مختلفة بين غناء راب، تمثيل مسرحي وأفلام قصيرة، ولاقى الحفل إقبال عدد كبير من محبي إسماعيل. بالبداية أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. الله يخليك. شو بتقول لجمهورك اللي جاي يشوفك اليوم؟ أنا والله تفاجأت بهالكم الهائل من الجمهور. أنا ما بحب سميهم جمهوري، أنا بقول لهم أنتوا أهلي الحمد لله رب العالمين. بعتبر أنا محبة الناس هي نعمة، أو أنا إن شاء الله رح أقدر أحافظ عليها بإني أقدم شيء يفيد الناس اللي بتحبني. هلا بإضافة لغناء الراب اليوم رح نرجع نشوفك بالتمثيل، أنا مكان تلاقي حالك أفضل؟ هلا بصراحة أنا خريج معهد تمثيل، يعني إن كان راب ولا إن كان تمثيل أنا بعتبرها هي هواية. يعني أنا بحب الفن بشكل عام، مهم الرسالة اللي تكون موجودة. يعني أنا بحب أعبر عن شيء جوات، إن كان بالتمثيل ولا الإخراج ولا الغناء، بعتبره هو فن واحد. يعني بحسن عم احسن من خلاله وصل رسائل للناس، وصل الشعور اللي عم حس فيه، إن كان عن الوطن، إن كان عن أي شيء عم حس فيه. استعدادك لحتى تشوف الجمهور تقابلهم بعد شوي؟ والله أنا عم بسمع أخبار إنه إن شاء الله اليوم حيكون حفل مميز. وجودكم شكرا لكم، وأنتم شرفت فيكم. الله يخليك. التحضيرات للحفل كانت كتير ممتازة، وهلا عم نحضر الحفل كتير رح يتضمن كتير مجالات حلوة، من طلاب دراما أكاديمي، من مسرح، من راب. والحفل كتير إن شاء الله رح يكون بيعجب الجمهور، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور. مشاركتي رح تكون بأول فقرة أغنية جديدة لإلي وللصديق إسماعيل تمر، بأغنية عملنا لها إعادة توزيع، وإن شاء الله رح تكون شيء مميز وشيء حلو. ورح أقدم أغنية من أعمالي، أغنية بعنوان شام الوجع، إن شاء الله تنال إعجابكم. شو فكرة الفيلم يلي كان من إخراجك؟ نحن حاليا هلا رح نعرض فيلم عن اطفال طفوله الحرب، وعم نشمل بشكل عام كل اطفال العالم، ما خصصنا سوريا بالضبط. فان شاء الله نقدم الرساله المطلوبه، واليوم ان شاء الله تشوفوا معنا. ليش اخترت هذا الموضوع؟ اخترنا هذا الموضوع لانه بشكل عام بعد الحرب ما بيتدمر الا الطفل، فكله بيقدر ينفت، كله بيقدر يغير، كله بيقدر ينسى، الا الاطفال مستحيل تنسى الشيء اللي عم بيصير معها دائما. شو بدك تغني اليوم؟ شو بدك تصيري بس تصيري كبيرة؟ دكتورة، بس ليش مشهورة؟ بتحبي تصيري تغني وتمثلي كمان؟ فكرة الفيلم نحن كشعب سوري، لأنه صرنا بالفترة الأخيرة أعداد أرقام تنذكر على المحطات، نحن بدنا ننوه بهالفيلم لأنه الإنسان السوري ما هو مجرد رقم أو ما هو مجرد عدد بس أنه بنحط على التلفزيون. نحن شعب لنا تاريخ عريق، وكل إنسان فينا له ماضي وحاضر ومستقبل، حقه يعيش وما حقه تكون نهايته مأساوية لهالدرجة. فبقى نحن اخترت فكرة هالفيلم من واقع، من الوجع الكبير اللي نحن عايشينه. فمن الوجع الكبير اللي فينا نحن بلشنا بالفكرة، والحمد لله مساعدة كل شيء معنا بالفيلم طلع بالصورة اللي رح تشوفوها بعد شوي، وإن شاء الله نقدر نوصل فكرتنا ووجعنا لها. كيف لقيتي موهبة إسماعيل بالتمثيل؟ إسماعيل تمر من أغاني الراب تبعنا هذا كثير عنده حس عالي، يعني بالتمثيل ما فرق معي لأنه هو فعلا بتحسه ممثل أثناء الراب تبعه، فبالتمثيل كان توب ما شاء الله عليه، بجنن. طيب شو الرسالة بتحبي توصليها لكل أم فقدت ابنها؟ والله بدي أقول له اصبري طولي بالك، والوطن بحاجة.
الحقيقة كانت تجربة كتير حلوة، كان لنا شرف كتير نشارك بهالحفلة. حفلتنا بتحمل كتير رسائل وخاصة لمجتمعنا السوري. يعني احنا عملنا، كنت مشارك انا بسكتشين، سكتش كوميدي، يعني الكوميديا وصلنا الرسالة بطريقة كوميدية، والسكتش الثاني عم بيحكي معاناة الواقع اللي عم بيصير عنا بالبلد. كانت تجربة كتير حلوة لأول مرة بأنه بطلع المسرح أنا، وكان دوري بشيء انه لازم اوصل رساله للعالم انه نحن لازم نكون ايد وحده ونوقف هذا الشيء اللي عم نعمله ونرجع نقلب واحد على شعبنا وبلدنا. هلا هي تجربة حلوة وممتعة، لأنه يعني هذا شرف كتير كبير إلي إني شارك مع الفنان الكبير إسماعيل تمر، وأنا كتير يعني بحبه لإسماعيل تمر، محبة كتير كبيرة. مثل ما عرفنا انه انت قلت له اقترحت على المخرج انه تاكل الكف كرمال التمثيل، شو السبب يعني شو السبب اللي دفعك انه تعمل هيك؟ محبتي للتمثيل، واللي شجعني اكثر واكثر لاكل الكف ليبين قدام العالم انه هي حقيقه مش مزح، مش تمثيل، لانه نحط الواقع قدام الناس والعالم. طبعا هي تجربة فريدة اليوم انه هني مثلوا وشاركوا بنجاح الحفل، ومثل ما شفت انت قدموا يعني ضحكونا وبكونا وعملوا جو كثير حلو، اكيد بتنبأ لهم مستقبل حلو. اسماعيل، كيف لقيت تفاعل الجمهور معك اليوم؟ والله الحمد لله انا كثير تفاجأت بالناس اللي حضروا، يعني ما توقعت. المسرح كان مليان، يعني ما في ولا كرسي فاضي. بدي اوجه لهم تحيه، بدي اقول لهم شكرا عن جد، شكرا من كل قلبي، شكرا على محبتكم. انتم اليوم شرفتوني عن جد، انا برفع راسي فيكم عن جد. شكرا لكل واحد حضر اليوم. ما بحسن اقول غير الحمد لله عن جد. محبه الناس هي نعمه من رب العالمين عن جد، انا بشكر ربي عليها. رائعين كتير حلوة، واحلى اسماعيل تمر بالعالم. مار اسماعيل تمر كتير حلوة، كانت كتير عشان اسماعيل وعشان الفيلم. الحفلة كتير حلو، القصص واقعية جسدوها بطريقة بروفيشنال، يعني انبسطت كتير. كان الفيلم كتير حلو لدرجة اني تأثرت، يمكن لأنه صار لي سنتين عم بتعايش بشغلي مع الشعب السوري وحسيت فيه، ولما شفت الفيلم مثل الواقع. الشيء فيها كان حلو، يعني كان كتير يعني مميز، يعني شيء كتير اسماعيل وبس. جينا انا والماما وخيي الى حفله كانت كتير تعقد، كلهم مبدعين، افتخر انه في هيك ولاد بلدي عن جد. وبالنهاية المشاهد اللي شفناها هلأ بتبين مدى محبة الناس لإسماعيل تمر ومدى النجاح الكبير اللي حققه حفل نلتقي لنرتقي ببيروت.